هلا والله معاكم دايم يا جماعة الخير. قسم بالله الصدمات على النت ما عم توقف. أول شي بدت مع ماجيكس والآن مع السحس. ناس مشاهير أنا بتابع شخصيا فجأة بيتغيروا أو بيعملوا أشياء غير منطقية وما لها أي مبرر وبدون أي سبب بصراحة. طبعا ماجيكس سمعت إنه تاب وقاعد بتعالج، وبصراحة خبر مفرح. بتمنى يكون هذا الخبر صحيح والله يشفيه ويهديه يا رب. بالنهاية كلياتنا بنتمنى له الخير وانصدمنا لما سمعنا عنه الخبر اللي صار. أما اليوم رح نحكي عن السحس، أكثر شخص معضد شفته على اليوتيوب العربي. طبعا نسيت أبو ربيعة لا يجي يجلدني هلا. المهم قبل ما أحكي لكم عن التغيير اللي صار لسحس وليش الناس هاجمة عليه، خليني أوضح إني وبكل صدق كان عندي صعوبة اني انتقد او انزل مقطع عن هذا الرجال، لاني حرفيا بحترمه وبتابعه من زمان، وحرفيا كل ما اشوف له مقطع كنت لازم اكل بعده او كنت اتابعه وانا قاعد عم باكل. وهذا ليفل اسطورة على فكرة، يعني هذا بالنسبة لي فشيء بومباستيك، شيء خرافي يعني. طيب شو عمل سحس؟ بكل بساطة طلع بمقطع وكان لابس اسوارة بنات. خلونا بالله نشوف المقطع. ما عمري شفت بنت لابسة ذا اللون، عجبني وشايفه رجالي اكثر، والصراحة رجالي ولا نسائي حلبسه ما فرق عندي. موضوع الاسود لا تضيعوا وقتكم ترسلوا لي، روح ارسلوا للتانيين. اذا تبغوا تضيعوا وقت روح ارسلوا للتانيين، انا ما حتفرق معايا صدقوني، حلبسها وما حفصل. للمعلوميه اللي انتم بيضايقكم الموضوع، ترى انا قاعد اعاندكم، اوكي؟ انا ما بوريكم هي، بس انا خلاص انا كنت مشتريها انه البسها في ساعات، يعني مو دائما في مناسبات زي كذا. بس لما شفت الموضوع مره بيحككم ومره كده همكم، قلت والله ما فصل خلاص. اوكي بدينا استهبال وكلام السحرات والشعوذة تبع المشاهير. شو هو الفان كليف اساسا؟ انا ماني عارف. دقيقة خليني بس اشوف عمو جوجل اتاكد شو هو هذا المصطلح الغريب. اوكي هاي اسم الاسوارة طلع. طب ليش لما بحثت عن اسم الاسوارة اول شيء طلع لي اساور نفس اللي لابسه سحس بس بناتية، بنات اللي لابسينها. طلع لي صور بنات هي اللي لابسه هاي الاسوارة. اتوقع شفتوا الغلط اللي انا وكثير من الناس كنا عم نحكي عنه. طيب خلونا نشوف رأي سحس بالموضوع. ما عمري شفت بنت لابسه ذا اللون، عجبني وشايفه رجالي اكثر، والصراحه رجالي ولا نسائي حلبسه. اوكي يعني انت عاجبك وشايفه رجالي اكثر من نسائي، بس لو اكتفيت بس بهذا الرد اني انا شايفه بصراحه رجالي اكثر من كونه نسائي وخلص قفلت على الموضوع، فكان هذا اقسم بالله راح يكون رد افضل بكثير من الرد اللي انت رديته. لانه حرفيا بكماله الرد تبعك انت عم تورجي الناس انك ما عندك مشكله بالتشبه بالنساء، الشيء الحرام على فكره. بعدين انا متاكد انه الناس اللي حكت لك عن الموضوع او انتقدتك بخصوص هذا الموضوع ما حكت الا لانه حابين يشوفوك بافضل صوره. يعني انت بالنسبه لهم بالنهايه مؤثر، قدوه، بتاثر عليهم، بتأثر على كتير ناس، وهن شافوك غلطت وحبوا ينصحوك وينبهوك من الشيء اللي انت عم تسويه. ما في اي شيء غلط بهذا الموضوع، فليش التصعيد بصراحة انا ماني عارف. على كل حال خلونا نكمل المقطع نشوف لعله عسى كان عم يمزح. ما فرق عندي. موضوع الاسود لا تضيعوا وقتكم ترسلوا لي، روح ارسلوا للتانيين. اذا تبغوا تضيعوا وقت روح ارسلوا للتانيين، انا ما حتفرق معايا صدقوني، حلبسها وما حفصل. للمعلومية اللي انتم بيضايقكم الموضوع، ترى انا قاعد اعاندكم، اوكي؟ انا ما بوريكم هي، بس انا خلاص انا كنت مشتريها انه البسها في ساعات، يعني مو دائما في مناسبات زي كذا. بس لما شفت الموضوع مره بيحككم ومره كده همكم، قلت والله ما فصل خلاص. اوكي يعني الموضوع عناد. طيب انت قبل ما تعاند الناس اللي بتتابعك وبتحبك ما سألت نفسك ليش الموضوع هذا بالذات مضايق كثير من الناس؟ اكيد لانه غلط ولانه تشبه بالنساء زي ما حكيت لك، والناس هيك شايفيته اشكال خبر يعني. بعدين لا تعمل حالك طالع منه وانك ما بتعرف انه هذا الاسواره للبنات، تمام؟ لو انك مثلي وما بتعرف اي شيء عن الاسواره حرفيا، مع انه ما في اي شخص بيشتري غلط ما بيكون بيعرف عنه اي شيء، اوكي؟ بس لنفترض انك ما بتعرف اي شيء عن هاي الاسواره ودخلت وبس كتبت اسمها على الجوجل وشفت صور الناس اللي لابسينها، راح تعرف انها بناتيه. بس اكتب اسم الاسواره وادخل على صور جوجل، الموضوع بسيط يعني. يعني الشيء اللي انت عم تسويه زي لما انا اجي والبس مثلا طوق ذهب او سلسال ذهب واحكي اني انا شايفه رجالي وخلص واجاكر الناس، مع انه حرام اني انا البس ذهب لاني رجل، بس مع هيك اقعد اعاند بالناس واحكي لها انا شايفه رجالي واضلني لابسه. بتمنى تكون وصلت الفكره. خلينا بالله نشوف تعليقات الناس شو راي عن الموضوع وكيف كان الهجوم عليه. كل ذا العضل وفي الاخير فان كليف. الله يا الجلد يا جماعه الخير. اوكي انا يعني صحيح اني جديد بسمع بماركه فان كليف، بس حاسه مسبه حرفيا، حاسه لو بتحكيها لرجل فهي عباره عن مسبه. اوكي خلينا نشوف التعليق اللي بعده. في السوق في ملابس داخليه نسائيه الوانها رجالي اكثر. يا قصف الجبهات يا جماعه الخير، مو طبيعي قصف الجبهات يا اخي، هدوا شوي على الرجال. بس والله بعد التصرف اللي سواه ف
شو متوقع من الناس يعني؟ بالله بتوقع الناس تدعمك بالكومنت؟ ما تفرق معك، بس تفرق مع الرجال. اي والله انك صدق يعني. حتى الناس اللي طلعت وانتقدته كان عم بينتقدوه لانه بحبوه، لانه حابينه انه يبطل من هاي الاشياء او يبطل يلبس هاي الاسواره بالذات، لانه الناس بتحبه وبترد له الخير. ولكن سحس كان عنده للاسف راي ثاني. اوكي احمد السامري، لكن هذا في صليب. والله ما انتبهت، بالله خلينا نزوم شوي على صوت الاسواره. والله ديم بصراحه عن جد يعني الاشاره اللي فيه بتشبه اشاره الصليب. ها خذ لك، فتحت على حالك باب يا سحس. يعني غير عن انه نسائي، لا وفيه صليب كمان، مع انه مو بالضروره يكون هذا الرمز صليب، انا شايفه كورقه شجر اكثر، ولكن مع هيك قريب من شكل الصليب. خلينا نشوف هذا التعليق. يلا يا بنات استودعكم الله، انا بروح العسكريه. اخ يا اخي، يا اخي والله الكومنت ما حدا متساهل معاه، كله نازل جلد بسحس، كله نازل جلد بسحس. بصراحه بيني وبينكم يعني بيستاهل شوي عشان يعرف انه هو على غلط على الاقل. وبس والله لو حابين بصراحه تاخذوا رايي، فانا من وجهه نظري السحس غلط. يب ممكن يطلع يعتذر، شيء جدا عادي. الرجل هو اللي بيعتذر اساسا لو غلط، ما في اي شيء غلط بالموضوع انك تطلع وتعتذر من الناس اللي انت عاندتن. وانا من وجهة نظري هل هاي علامات انه السحس بلش ينحرف او بلش يروح للطريق الغلط؟ اكيد لا، كلياتنا بنغلط وكلياتنا غير معصومين، يعني شيء طبيعي كلياتنا بنغلط. ولكن الصح فينا هو اللي بيصحح غلطه، ويعني بيعتذر اقل ما فيه يعتذر من الناس بعد ما ورجاهن هذا الشيء. انا بصراحة من محبين سحس، ولما سمعت عن الموضوع ما صدقت لحتى شفت المقطع اللي هو مسجله بنفسه. وبس والله بتمنى انه يطلع يعني يعتذر او ما يعتذر يا اخي، ولكن لا عاد يلبس هاي الاسواره بمقاطعه، لانه حرفيا في كتير ناس بتحبك يا ساحس، وفي كتير ناس بتتاثر بالكلام اللي انت بتحكيه. وبس والله قبل ما انهي المقطع بتمنى كلياتكم تنزلوا وتحطوا لايك وتكتبوا تعليق، خلينا نلعب بخوارزميات اليوتيوب، خلي المقطع يرتفع ونضرب ونجيب 10,000 مشترك. ومثل مو ملاحظين يمكن صوتي شوي تعبان مريض، هذا السبب اللي خلاني ما اقدر اسجل لكم مقاطع. فبتمنى تقدروا تعبي بزر لايك، تشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، والكومنت اهم شيء، اكتب لي اي كومنت حرفيا بحفزني اني اسجل مقطع ثاني وثالث ورابع. وبس والله كان معكم داي، سلام. في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة